إخوان فيفاس يعني بعد أسبوع من موجة العبور يعني عملوا واحد تصريح نقلاتو الفارو دي سيوطا، ترجمتوها أنا من الإسبانية إلى العربية. ما غنشرش كامل، غنشر غير التلخيص ديالو. غادي نعمل على التحليل والتفكيك، وبالخصوص التفكيك ديال هاد المقال والخطاب ديال فيفاس. يعني كيقول هو أن الوضع لا يحتمل ونحن أسوأ حالا. والجريدة الفارو دي سيوطا جابت الكلام ديالو ونشراتو يعني كعنوان في مقال نشرته جريدة الفارو دي سيوطا يوم 12 غشت 2026، يعني في هذا الشهر هذا. بقلم كارمن إتشاري، نقلت تصريحات خوان فيفاس رئيس حكومة السبت عن الحزب الشعبي الإسباني بيبي عقب لقائه وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس. هاد مارغاريتا روبليس هي وزيرة الدفاع في الحكومة الإسبانية، وقامت بهاد الزيارة لسبتة. ووصف فيفاس الوضع بأنه غير محتمل، معتبرا أن الدخول الجماعي اعتداء على وحدة الأراضي الإسبانية في النظر ديالو هو كيفاش كيشوف هاد المسألة هادي، وتهديدا للأمن الوطني. ودعا إلى إعادة نحو 10,000 شخص إلى المغرب. كيفاش حصاهم الله أعلم. يعني كيقول هو ديك 10,000 شخص هما اللي باقيين تما، هما الهجرة الجماعية أو هاد العبور الجماعي أو كل واحد كيفاش كيسميه. دخلوا 72,000. هذه اللي صرح بها وزير الداخلية الإسباني ديالو. وغادي نجيو لهاد النقطة هادي. قلت ودعا هذا فيفاس هذا إلى إعادة نحو 10,000 شخص إلى المغرب وتعزيز الأمن. كما قال إن من المستحيل، يعني بين مزدوجتين، ألا يكون المغرب قد علم بما حدث. هذا الرأي ديالو هو كيفاش كيشوف هو هاد المسألة هادي، واللي هي في الحقيقة أزمة، بل أكثر من أزمة، هي مأساة. مؤكدا أن سبتة يعني كما كيقولوا هما إسبانية، وهذا كما كيفهم هو الأمور، ربما أنه ما كيفهمش شنو هو التاريخ، شنو كيقول التاريخ. ودعا السكان إلى أقصى درجات الحذر، يعني هو دائما يحذر، مطالبا بخطة لإعادة الوضع إلى طبيعته. خوان فيفاس من أزمة الهجرة إلى خطاب السيادة والأمن. هذا خوان فيفاس من 2001 وهو كيحكم في سبتة. خوان خيسوس فيفاس رئيس حكومة سبتة وعضو الحزب الشعبي الإسباني بيبي يعيد في خطابه تأطير موجة العبور الجماعي أو الهجرة الجماعية باعتبارها اعتداء على وحدة الأراضي وتهديدا للأمن الوطني كما قلنا، ويحول رقم 10,000 شخص إلى علامة على الخطر والمجهول. كما يحمل المغرب والحكومة المركزية مسؤولية ضمنية، يعني كيحمل المغرب والحكومة ديالهم هما الإسبانية مسؤولية ضمنية، مطالبة بتعزيز الأمن وإعادة الوافدين، يعني أن هذوك اللي باقين تما. وقبل كان كيطالب بحال قلت في واحد الفيديو بالطرد والأمن والحصار. واخا. ويكشف التفكيك بأدوات ميشيل فوكو اللي استعنت بها أنا وجاك ديغيدا في التفكيك، ورولان بارت وبيير بورديو، انتقال الخطاب من الهجرة إلى الأمنة والسيادة كما كيشوفها هو والهوية، بينما تساهم جريدة الفارو دي سيوطا في تأطير الأزمة من زاوية فيفاس السياسية. لذا ينبغي التمييز بين الوقائع القضائية المثبتة
والتصريحات السياسية والاستنتاجات والافتراضات. السؤال الآن: من أين جاء فيفاس ب10,000 شخص؟ لقد عبروا 72,000 وأعيد الكثير منهم للمغرب، وهناك مغاربة وأفارقة وتونسيين وسوريين وغيرهم. كاينش غير المغاربة، كاين مغاربة وغير المغاربة هما اللي هاجروا بديك الشكل الجماعي اللي شفناه حنايا. يعني هل يتلاعب فيفاس بالأرقام وأنه لا يعرف الواقع جيدا ويدافع عن سبب موقعه الحزبي ومصلحي، ولا ينظر إلى نفسه ويقول لقد أصابتني الشيخوخة وأنا في منصب رئيس سبتة منذ 2001؟ وهذا الشيء راه ماشي غير عندنا حنا، حتى عندهم هما، وأنا أعرف لما هو في هذا المنصب. مبغيتش ندخل أنا في هاد التفاصيل هذه. في الحقيقة هذه ملاحظة جوهرية، لكن ينبغي ضبطها بالأرقام والمصادر قبل تحويلها إلى اتهام مباشر بالتلاعب. يعني ما كنتهموش أنه كيتلاعب ولا هذا، ولكن كنقولوا أنه خصو يكون دقيق في الإحصاء، وذلك لأن المعطيات الإسبانية الحديثة التي تمت مراجعتها تؤكد أن رقم 72,000 يتعلق بعدد الأشخاص الذين دخلوا سبتة خلال موجة 30 يوليوز، ومن ثم بدأ التدفق، وليس بعدد الموجودين فيها الآن. وقد أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا رقم 72,000 هو اللي حتى هو هذا الوزير ديال الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا اللي تكلم على هذا الرقم ديال 72,000 اللي أصبح الآن متداول في الإعلام، في الصحافة، في وسائل التواصل الاجتماعي، في كل البلاغات والتقارير. بينما ذكرت مصادر دولية أن معظمهم عادوا إلى المغرب، وبقي آلاف آخرون. وحتى المغرب قال حنا تمت الإعادة ديال مجموعة ديال هاد الناس اللي هاجروا أو المواطنين اللي هاجروا بشكل جماعي، وبديك العدد الكبير الهائل الضخم. ومن هنا فإن رقم فيفاس 10,000 ينبغي أن يقرأ باعتباره تقديرا لعدد من بقوا في سبتة، لا إجمالي الذين عبروا. لكن المشكلة الخطابية تبدأ عندما يقدم الرقم في سياق 10,000 شخص وصلوا في يوم واحد ولا نعرف من هم، إذ يمكن أن يوحي القارئ بأن هؤلاء يمثلون كامل موجة العبور. وهنا ينبغي إضافة نقطة مهمة إلى هذا التفكيك للمقال والخطاب، أي المقال الصحفي هو الخطاب ديال فيفاس. هو شنو كيعملوا هما؟ كيختزلوا تنوع الوافدين في كتلة واحدة، ما يمكنش، وذلك لأن المعطيات المتاحة تشير إلى وجود مغاربة وأفارقة من جنوب الصحراء وأشخاص من جنسيات أخرى، وبالتالي فإن عبارة هؤلاء الأشخاص تخفي اختلاف الجنسيات والأوضاع القانونية والأعمار والدوافع. في حقيقة الأمر إن فيفاس لا يتحدث من موقع المراقب المحايد، بل من موقع سياسي ومؤسساتي. رئيس حكومة سبتة منذ 2001 ومنتمي للحزب الشعبي الإسباني اللي قلت تبع بيبي، ذلك يدافع عن المدينة، لكنه في الوقت نفسه يدافع عن حصيلته السياسية ومسؤوليته في إدارة المدينة، إدارة سبتة طوال هذه السنوات. وهنا تظهر المفارقة التي أغفلها خطابه. إذا كان الوضع الأمني في سبتة بالغ الخطورة إلى هذا الحد، طبعا ارتكبت بعض الأفعال كنشوفو كنتبعو كلشي وماشي كلشي. المهم، إذا كان الوضع الأمني في سبتة بالغ الخطورة إلى هذا الحد، فالسؤال لا يتوجه فقط إلى مدريد أو المغرب، بل يعود أيضا إلى المسؤول المحلي، إلى فيفاس نفسه الذي ظل في السلطة منذ 2001. ماذا فعلت أنت يا فيفاس طوال ربع قرن لمنع تكرار مثل هذه الأزمات؟ وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن نضيفه للتفكيك. يعني كما كنعمل أنا هذه المسألة ديال التفكيك، يعني تفكيك موقع المتكلم نفسه، لا تفكيك كلامه فقط. كيف نفككه؟ يعني كيف نفكك هذا الموقع ديال المتكلم نفسه، يعني فيفاس. يمكن تفكيك خطاب فيفاس على نحو أعمق إذا نقلنا السؤال من
هل ما يقوله صحيح؟ إلى كيف يصنع خطابه الحقيقة ومن يخدم هذا البناء. وهنا أقترح 7 عمليات تفكيك متتابعة. أولا، تفكيك رقم 72,000 فن أم 10,000. أول سؤال: ما المقصود بكل رقم؟ إذا كان رقم 72,000 فليحيل إلى مجموع العابرين خلال موجة 30 يوليوز، بينما رقم 10,000 يحيل إلى تقدير ما البقي في سبتة، فلا يجوز وضع الرقمين في المستوى نفسه. لكن بيباس يقول لدينا 10,000 شخص وصلوا في يوم واحد ولا نعرف من هم. هنا ينبغي السؤال: من أين جاء، أو هذه الأسئلة اللي قد طرحناها الآن، من أين جاء رقم 10,000؟ من الجهة التي أحصت؟ متى أجري الإحصاء؟ هل يشمل القاصرين؟ هل يشمل من أعيدوا إلى المغرب؟ هل يشمل المغاربة فقط أم جميع الجنسيات؟ هل هو رقم رسمي أم تقدير سياسي؟ إذن الرقم يحتاج إلى مصدر ومنهجية، لا إلى سلطة المتحدث. ثانيا، تفكيك الاختزال السكاني. الخطاب يحول عشرات الآلاف من الأشخاص إلى كتلة واحدة، 10,000 شخص، لكنهم ليسوا كتلة متجانسة. هناك مغاربة وأفارقة من جنوب الصحراء وتونسيون. أنا سمعت واحد تونسي كيصرح للصحافة والإعلام: وبالغون وأوضاع قانونية وإنسانية مختلفة. هنا تحدث عملية محو الاختلاف. الإنسان مهاجر، كتلة، مجهول، خطر. وهذا من أقوى مواضع التفكيك. ثالثا، تفكيك العبارة الأخطر: لا نعرف من هم. هذه الجملة تبدو أمنية لكنها سيميائية شديدة القوة. عدم المعرفة شنو كيعني؟ عدم المعرفة يعني الخطر، ولكن الخطاب يبني سلسلة ضمنية: لا نعرفهم، إذا نشك فيهم، إذا يشكلون خطرا، إذا يجب تشديد الأمن وإخراجهم. هنا يمكن استدعاء مفاهيم هولنباخت: المجهول يتحول إلى علامة للخطر. بلا ما نتعمق في هذه المسألة هذه لأنها مفهومة. تفكيك انتقال المفردات. رابعا، تفكيك انتقال المفردات. لاحظ التحول: عبور جماعي، أزمة هجرة، غزو، انتهاك وحدة الأراضي، تهديد الأمن الوطني. هذه ليست مجرد أوصاف متدرجة، إنها عملية إعادة تأطير. شنو كيعملوا هما كيعملوا واحد التأطير، لا الخطاب ديال فيفاس ولا المقال الصحفي. هذه ليست مجرد أوصاف متدرجة، إنها عملية إعادة تأطير. عندما يسمي فيفاس الحدث غزوا، يصبح الجيش والأمن والترحيل حلولا تبدو طبيعية. أما لو سمي أزمة هجرة فستظهر مفردات أخرى: القانون، اللجوء، الحماية، استقبال حقوق الإنسان. إذن من يملك تسمية الحدث يملك جزءا كبيرا من طريقة فهمه. خامسا، تفكيك موقع المتكلم. فيفاس نفسه، وهذه النقطة مهمة جدا، يعني انتبهوا لهذه المسألة هذه. لا ينبغي أن نسأل فقط ماذا قال فيفاس. حنا ما كنستهلكوش يعني داكشي اللي مكتوب فقط أو اللي كيتقنا وهذا، نعملو على التحليل ديالو والتفكيك ديالو بالخصوص. لا ينبغي أن نسأل فقط ماذا قال فيفاس، بل من هو فيفاس عندما يقول ذلك. شكون هو هذا فيفاس هذا؟ إنه رئيس حكومة سبتة منذ 2001، أو منتمي إلى الحزب الشعبي الإسباني بيبي. إذن المتكلم ليس شاهدا خارج الحدث، إنه فاعل سياسي مسؤول عن إدارة المدينة، إدارة سبتة. وهنا يظهر سؤال غائب عن خطابه: إذا كانت سبتة تعيش منذ سنوات تهديدات أمنية استثنائية، وإذا كان فيفاس يعرف خصوصية الحدود مع المغرب، طبعا هو يعرف، وإذا كان يحكم المدينة منذ 2001، فأين تقع مسؤوليته السياسية في تفسير ما حدث؟ هذا لا يعني تحميله مسؤولية دخول عشرات الآلاف تلقائيا كما كيقول هو اللي بقاو تما، ولكنه لأن تمت الإعادة ديال واحد الجموع كثيرة، ولكنه يعني إدخال المسؤول المحلي نفسه في مجال المساءلة بدلا من أن يظهر فقط بوصفه ضحية للأحداث. وهذا الشيء اللي كيعملوا بعض المسؤولين السياسيين، وما أنا كيبينوا راسهم كأنهم ضحايا. وهذه المسألة يخص الواحد يتأمل فيها جيدا. سادسا، تفكيك توزيع المسؤولية. خطاب فيفاس يوزع المسؤولية في اتجاه المغرب كما كيقول هو حسب الشيء اللي كيتصور هو،
مصدر الخطر أو المسؤولية. شوف كيفاش كيحوّل المسألة، عاود كيمشي لمدريد، يعني كيقصد هو الحكومة الإسبانية اللي كيترأسها بيدرو سانشيز، لم توفر الأمن الكافي. أما حكومة السبتة يعني اللي كيترأسها هو فتظهر في الخطب باعتبارها الطرف الذي يطالب ويحتج ويحذر. هادشي اللي كيعرف يعمله هو، يطالب، يحتج، يحذر. هنا ينبغي أن نسأل أين موقع فيفاس نفسه في خريطة المسؤولية؟ وهذه هي النقطة التي يمكن نسميها تفكيك المصلحة، ليس فقط من قال بل من يستفيد من الطريقة التي صيغ بها الحدث. فكل حدث كيوقع هناك من يستفيد منه، وهذا كيبان من خلال الكلام، التعبير، الخطاب. تفكيك الصحيفة، دابا نمشيو للصحيفة أو الجريدة ديال إل فارو دي سوتا نفسها، كيفاش كتشتغل هاد الجريدة هادي، وهذا غير نموذج فقط. ثم ننتقل من فيفاس إلى إل فارو دي سوتا، الجريدة التي تنقل الحدث من نقطة الصفر. إنها تختار شنو كتختار هي؟ عنوانا، اقتباسات، أرقاما، صورا، مفردات، مصادر، أصوات حاضرة وأصوات غائبة. لذلك لا ينبغي أن نقول ببساطة الجريدة تكذب، الجريدة ما كتكذبش، فهذا يحتاج إلى إثبات. قلنا كتكذب خصنا نجيبو الإثبات. الأدق، الجريدة تؤطر الحدث من زاوية ثابتة الأمنية والسيادية كما كيتصوروها هما، وتمنح خطاب فيفاس موقعا مركزيا في تعريف الأزمة. ثم نسأل أين المغرب؟ أين المهاجرون؟ ما حاضرينش. أين المنظمات الحقوقية؟ وأين الباحثون؟ أين البيانات المستقلة؟ أين الأصوات التي تختلف مع فيفاس؟ ما كايناش. فالغياب هنا يصبح مادة للتحليل والأداة الأهم. لما مكتوبش عندنا في الصحافة ملي ما حضرش هو غائب، يعني هو خصنا نحلو ونفكو كذلك. والأداة الأهم الادعاء، المصدر، الدليل، المصلحة، والخلاصة الأعمق اللي كنوصلوا إلى الآن. يمكن اختزال خطاب فيفاس في معادلة رقم. شنو هي المعادلة؟ رقم غير مفكك، مجهولية، غزو، خطر أمني، المغرب، تقصير مدريد، تبرير سياسي لمزيد من الأمن وإعادة الوافدين. أما التفكيك الذي قمنا به فيعيد فتح المعادلة. كيفاش كنعملو نفتحو هذه المعادلة هذه؟ من قال؟ من أين جاء الرقم؟ من هم الأشخاص؟ ما حدث فعلا؟ ما الذي ثبت قضائيا؟ ما الذي بقي مجرد ادعاء؟ من غاب عن الرواية؟ ومن يتحمل المسؤولية السياسية؟ ومن يستفيد من هذا التأطير؟ وهنا يصبح فيفاس نفسه موضوعا للتحليل لا مجرد مصدر للمعلومة. وهذه في تقديري هي النقلة الأساسية في قراءتنا للمقالات السبتية، واللي حاولت أنني نعمل فيديوهات عليها، وعلى هذه المأساة هذه ديال الهجرة الجماعية. تفكيك الحدث والخطاب والوسيط الإعلامي وموقع المتكلم ومصلحته في آن واحد. الشيء اللي بغيت نقول، وإلى اللقاء.